تفتكر إن ممكن حدود مرسومة على ورق من أيام الاستعمار تفضل سبب كراهية وعداوة بين شعبين جيران؟ طيب، تفتكر إن في حدود ممكن تمنع أم تقابل ابنها؟ أو راجل يشوف أخوه؟ أو حتى 2 صحاب بيشربوا قهوة مع بعض؟ ده اللي حصل بقاله أكتر من 30 سنة بين المغرب والجزائر. دي مش مجرد قصة نزاع حدود، لأ، دي قصة فيها دم وخيانة وأحلام ضاعت وتحالفات اتبدلت وناس كتير دفعوا الثمن. تعال نحكي الحكاية من أولها واحدة واحدة ونفهم إزاي وصلنا لكده. فيما يخص الادعاءات التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها بطريقة غير مسؤولة يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين. احنا الأشقاء المغاربة الشعب الجزائري كان مودة خالصة الشعب، ولا ست ديماغوجية ولا السفر إلى المغرب والشغف لزيارة المغرب والتصرفات على الأشقاء المغاربة مع الجزائريين لما يكونوا ضيوف عندهم. نفس الشيء بالنسبة للإنسان اللي وإنما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية غير معقول ويحز في النفس، ونحن لم ولن نسمح لأي أحد بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا. وبالنسبة للشعب المغربي فنحن حريصون على الخروج من هذا الوضع وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين، وإننا نطلع للعمل من الرئاسة الجزائرية لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد لإقامة علاقات طبيعية بين شعبين شقيقين تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية والمصير المشترك. الحدود الحدود غلقت كرد فعل، ما خلقناهاش، وكانت مرة ثانية اللي تتغلق. والحدود هذه تغلقت المرة الثانية كانت مؤلمة جدا أكثر من المرة الأولى، وكان فيه لقاء ثلاثي بين المرحومين في 3، الرئيس الشاذلي والملك جلالة الملك رحمه الله طيب ثرى حسن الثاني والملك فهد رحمه الله وطريقة طيب. تلاقاو قبل ما نفتح الحدود مرة ثانية. قال شاذلي بالحرف الواحد، قال أنا أخاف أن هذه الحدود تغلق مرة ثانية وتكون مؤلمة جدا بالنسبة للعلاقات. توعدوا على أساس أن ملف الصحراء الغربية يبقى بين أيدي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الوحدة الإفريقية آنذاك، والأخوة ترجع والتبادل التجاري يرجع وإلى آخره. من زمن الملوك في القرن ال15 المغرب والجزائر ما كانوش كيانين منفصلين بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي، لا، كانوا بيخضعوا لسلالات حكم إسلامية كبيرة زي الدولة السعدية في المغرب والدولة العثمانية اللي بسطت نفوذها على الجزائر. العلاقات بينهم كانت ماشية لحد ما فرنسا دخلت الجزائر سنة 1830 وبدأت مرحلة الاحتلال اللي استمرت أكتر من 130 سنة. المغرب وقتها ما كانتش لسه تحت احتلال مباشر، لكنها كانت بتقدم دعم حقيقي للمجاهدين الجزائريين اللي كانوا بيقاوموا الاحتلال الفرنسي، دعم بالسلاح وبالمال وحتى باللوجستيات. لكن فرنسا ما عجبهاش كده، فقررت تضرب المغرب ضربة قوية، وده حصل فعلا في معركة إيسلي سنة 1844 اللي انتهت بهزيمة المغرب، واضطر السلطان يوقع على معاهدة. الاتفاقية دي كانت شرارة بداية الخلاف الكبير، لأنها رسمت حدود بشكل غامض وسابت مناطق زي بشار وتندف تحت السيطرة الفرنسية، وده زرع الشك في نفوس المغاربة من وقتها، لأن المناطق دي مغربية بس فرنسا ضمتها للجزائر. فرنسا ما وقفتش عند كده. سنة 1912 اتفقت مع أسبانيا على تقسيم المغرب لمناطق نفوذ. فرنسا خدت الوسط وأسبانيا خدت الشمال والجنوب والصحراء. وفي وسط الفوضى دي فرنسا كانت بتلعب لعبتها المعتادة، فرق تسد. شجعت الانفصال وغيرت الحدود وغزت الصراعات علشان لما تمشي تسيب شعوب المنطقة تايهة في وسط خلافات لا تنتهي. وبالفعل المغرب نال استقلاله سنة 1956
لكن لسه كان في مشاكل. أبرزها إن فرنسا لما خرجت من الجزائر كانت ضامنة إن تندف وبشار يفضلوا ضمن الجزائر مش المغرب، رغم إن المغرب بتعتبرهم أراضي تاريخية بتاعتها. في عز ثورة الجزائر ضد فرنسا، المغرب فضل المبادئ على المصالح وقرر يكمل دعمه للثوار الجزائريين، بالرغم من إن فرنسا كانت عارضة على المغرب صفقة مغرية: نرجع لك تندف وبشار بس تبطل تدعم المقاومة. لكن الملك محمد الخامس قالها صريحة: مش هنخون إخواتنا. وبعد استقلال الجزائر سنة 1962 توقع المغرب إن الجزائريين هيردوا الجميل ويبدأوا مفاوضات سلمية لإرجاع المناطق دي. لكن المفاجأة الجزائر رفضت وقالت الأرض دي اتحررت بدم شهدائنا ومش هنتنازل عن شبر واحد منها. ودي كانت أول نار اشتعلت. الخلافات اتصاعدت بسرعة، وطرد متبادل للعمال والتجار، ومناوشات على الحدود، وتحركات عسكرية مريبة. وفي أكتوبر 1963 الجزائر هجمت على منطقة حاسي بيضة وأعلنت السيطرة عليها. المغرب رد بسرعة ودخل في حرب اسمها حرب الرمال، واللي استمرت حوالي 9 أيام وشهدت مواجهات دامية، وراح ضحيتها ما لا يقل عن 300 جندي من الطرفين، ده غير الجرحى والمفقودين. المعلومات بتقول إن المغرب كان عنده وقتها 35,000 جندي و40 دبابة حديثة من نوع T-54 و50 عربية مصفحة، بينما الجزائر كانت في بداية تأسيس جيشها ومعاها 48,000 مقاتل، لكن أغلبهم من مقاتلي حرب العصابات ومعاهم بس 12 دبابة T-34. انتهت الحرب رسمياً في نوفمبر 1963 بواسطة الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية، لكن أثرها مخلصش. العلاقات بردت والعداوة كبرت. في سنة 1972 أخيراً اتفق الطرفين على ترسيم الحدود، لكن ده ما حلش المشكلة الأساسية: الصحراء الغربية. الصحراء الغربية كانت مساحتها حوالي 266,000 كيلومتر مربع، وكانت تحت سيطرة أسبانيا. ولما بدأت تخرج دخلت المغرب وموريتانيا يطلبوا بيها، وظهرت جبهة البوليساريو سنة 1973 وبدأ الصراع. المغرب سيطر على حوالي 80% من الصحراء وبنى جدار رملي بطول 2700 كيلومتر بيحمي المناطق اللي فيها أغلب السكان والموارد، زي مناجم الفوسفات اللي بتقدر احتياطها بحوالي 1.7 مليار طن، وكمان بتضم موارد طبيعية زي الحديد والنحاس. الجبهة أعلنت قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، واللي اعترفت بيها أكتر من 40 دولة في ذروتها، منهم دول أفريقية وأسيوية وأمريكية لاتينية، وتم منحها عضوية كاملة في الاتحاد الأفريقي. الجزائر دعمت البوليساريو من أول يوم سياسياً وعسكرياً، ووفرت ليهم قاعدة خلفية في تندف، ومدتهم بالسلاح والتدريب، وده خلى العلاقة المغربية الجزائرية توصل لأقصى درجات التوتر. وفي المقابل المغرب انسحب من منظمة الوحدة الأفريقية سنة 1984 اعتراضاً على عضوية الجمهورية الصحراوية، وما رجعش غير سنة 2017. في سنة 1991 اتفق الطرفين على وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة، واتفقوا يعملوا استفتاء لتقرير المصير، لكن الاستفتاء ما حصلش، وده بسبب خلافات حول من يحق له التصويت. سنوات من القطعية والتوتر، وفي سنة 1994 حصل هجوم إرهابي على فندق في مراكش، والمغرب اتهم الجزائر ورد برفض تأشيرة على دخول الجزائريين، والجزائر ردت بإغلاق الحدود، ومن وقتها الحدود ما اتفتحتش. في سنة 2005 عدد المغاربة اللي كانوا عايشين في الجزائر كان بيتجاوز 300,000 شخص، واضطرد عدد كبير منهم في وقت كانت العلاقات مشتعلة بسبب دعم الجزائر العلني للبوليساريو. في سنة 2020 أمريكا اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وده حصل في إطار صفقة سياسية مقابل تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل. القرار الأمريكي ده خلى الجزائر تعتبره خطوة استفزازية. وفي 2021 مندوب المغرب في الأمم المتحدة طالب بحق تقرير المصير لمنطقة القبائل في الجزائر، وده كان بمثابة إعلان ناري، وردت عليه الجزائر بقطع العلاقات وغلق المجال الجوي ووقف تصدير الغاز عبر المغرب لأسبانيا، واللي كان بينقل حوالي 5 مليار متر مكعب سنوياً. وفي 2023 حصلت حادثة الساعدية، لما 4 شباب مغاربة دخلوا المياه الجزائرية عن طريق الخطأ بجيت سكي، و2 منهم اتقتلوا برصاص خفر السواحل في حادثة أثارت غضب شعب كبير. شعبين بينهم دم وحدود، تخيل، في 10 مليون جزائري ومغربي عايشين في عائلات مختلطة، والحدود دي فرقتهم. في ناس بتضطر تمشي 2000 كيلومتر علشان تقابل قرايب ليها، وأصلاً المسافة بينهم 30 كيلومتر بس. الخسائر الاقتصادية كمان كانت مهولة. منظمة التعاون الإسلامي قدرت إن غلق الحدود كلف البلدين أكتر من 10 مليار دولار سنوياً في فرص تجارية ضايعة،
وفي تقرير للبنك الأفريقي للتنمية ذكر إن التعاون الاقتصادي بين المغرب والجزائر كان ممكن يرفع الناتج المحلي الإجمالي للبلدين بنسبة تتراوح ما بين 2 ل 3% سنوياً. والمثير إن حجم التبادل التجاري الرسمي بين البلدين لا يتجاوز 200 مليون دولار سنوياً، رغم إنهم جيران، وده رقم ضعيف جداً مقارنة بإمكانياتهم الاقتصادية. والسؤال اللي لازم نسأله، لحد إمتى؟ إمتى هينتهي النزاع ده؟ نفس الدين ونفس الشعب ونفس اللغة، لحد إمتى هيفضلوا متفرقين؟ وإمتى هنشوف جسر يربط بين قلوب الأشقاء بدل ما يكون في سور بيقسمهم؟ تحركات دولية مفيش. الأمم المتحدة لسه بتكتفي بالتصريحات والدعوات للتهدئة، ووسط ده كله المواطن الصحراوي هو الضحية. في تندف أكتر من 170 ألف لاجئ بيعانوا من الفقر وانعدام الأمل، وأغلبهم اتولدوا في المخيمات وما شافوش وطنهم. وفي المدن المغربية داخل الصحراء في شباب بيحاول يشتغل ويبني حياته، لكن دايماً عايشين في ظل نزاع طويل ملوش نهاية واضحة. رغم كل العداوة والخسائر لسه في أمل. التاريخ علمنا إن مفيش نزاع بيفضل للأبد، وده بيخلينا نفكر، هل في حلول؟ وهل في سيناريوهات للصلح؟ الحكم الذاتي الموسع ده الحل اللي المغرب بيطرحه بجدية، وبيعتبره حل وسط يحفظ السيادة ويدي للصحراويين حق إدارة شؤونهم الداخلية. لو الجزائر قبلت تسيب الموضوع للأمم المتحدة وتحترم إرادة الصحراويين، ممكن ده يكون مخرج سلمي. فتح الحدود، خطوة بسيطة زي فتح الحدود ممكن تبني ثقة حقيقية. تبادل تجاري، تحكيم دولي نهائي عن طريق محكمة العدل الدولية أو وساطة دولة حيادية زي سويسرا، ويتم التوصل لحل دائم ملزم للطرفين. تعاون اقتصادي مشترك، بدل ما البلدين بيخسروا 10 مليار دولار كل سنة، ليه ما يتفتحش مشروع تنموي مشترك في الصحراء؟ مناجم، طاقة، تجارة، اللي يجمع أكتر من اللي بيفرق. الدور الشعبي، حملات مشتركة من المثقفين، الإعلاميين والمؤثرين من الجانبين، ندوة هنا، وثائقي هناك، صفحة على السوشيال ميديا. الكلام الصادق بيغير كتير. سيناريوهات المستقبل، السيناريو الإيجابي، يحصل تقارب ويفتحوا الحدود ويتفقوا على صيغة مشتركة لإدارة الخلاف، ويبدأوا فعلاً يشتغلوا على بناء اتحاد مغربي حقيقي. السيناريو الرمادي، يفضل الوضع مجمد من غير حرب ولا سلم، وكل طرف يعزز موقعه، والشعوب هي اللي هتدفع الثمن. السيناريو السلبي، يحصل تصعيد عسكري فجأة، أو تتحول الصحراء لساحة توتر دولي بين قوى كبرى، خصوصاً مع تزايد أهمية الموارد والمعادن. نهاية مفتوحة وسؤال بلا إجابة. النزاع بين المغرب والجزائر مش بس نزاع حدود، ده بقى نزاع هوية ومصير ومصالح. في أطراف دولية بتتفرج وأطراف محلية بتتألم. هل ممكن في يوم يحصل تقارب حقيقي؟ هل في أمل إننا نشوف الصحراء مكان سلام مش نزاع؟ ولا لسه بدري؟ فيما يخص الادعاءات التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها بطريقة غير مسؤولة يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين. احنا الأشقاء المغاربة، الشعب الجزائري يكن مودة خالصة الشعب، ولا ست ديماغوجية، ولا السفر إلى المغرب والشغف لزيارة المغرب والتصرفات على الأشقاء المغاربة مع الجزائريين لما يكونوا ضيوف عندهم. نفس الشيء بالنسبة الإنسان اللي